تخيل ان الصوت اللي انت سامعه ده طالع من مايك بحجم الكوين. النهارده هنتكلم عن الهولي لاند لارك M2. مايك عمل ضجه بسبب شكله وحجمه الصغير جدا اللي قريب من حجم الجنيه. هل هو مجرد شكل حلو بس، ولا فعلا تقدر تعتمد عليه في صناعه المحتوى سواء كورسات، فلوجات او حتى تصوير خارجي؟ في فيديو النهارده هشارككم تجربتي الكامله معاه، مميزاته وعيوبه، وهل هو فعلا يستحق السعر بتاعه ولا لا. انا بيتر ودي ريفيو بتاعت المايك الهولي لاند لارك M2. النسخه اللي معانا النهارده هي نسخه الكومبو اللي بيجي فيها ريسيفر تايب سي وريسيفر لايتنينج بورد. طبعا ده اللون الاسود، او زي ما الشركه مسميها رسميا نسخه الشاين شاركول. خلينا نفتحها كده مع بعض. نفتح كده العلبه مع بعض. هنا موجود الكتيبات. طبعا هنا We are here for you، ده الكارت عشان شكر يعني ان انا اشتريت المنتج. بعد كده جايه الستيكرز دي. الستيكرز دي عشان تتحط على الميكروفون. طبعا في منها الابيض والاسود، وفي منها الايموجيز دي، وفي الايموجيز دي كمان عشان الشكل اللي انت حابه. هنا طبعا بتيجي التشارجنج كيس بتاعه المايك، ودي شبه الكيس بتاعه الايربودز برو. وبعد كده معانا هنا التايب سي ريسيفر زي ما انتم شايفين اهو. واكيد هنا ده اللايتنينج بورد ريسيفر. طبعا في حاجات تاني تحت. نفتح هنا كده هنلاقي ان في دي بتتشد فيها باقي المحتويات بتاعتنا. باقي المحتويات بتاعتنا جايه في الكيس اللطيفه دي. حركه حبيتها في الكيس ان هي مش كلها حته واحده، لا ده فيها جيب كمان من جوه عشان لو حابب افصل حاجه عن حاجه. اول حاجه معانا في الكيس هي الكليبسات دي عشان المايك. معانا منها اكيد اتنين. معانا كابل تايب سي نحطه هنا. معانا هنا الوصله من الريسيفر للسماعه. معانا السلسله دي عشان اعلق المايك بيها. معانا هنا الديد كات دي، وديد كات تانية كمان. ومعانا هنا الريسيفر بتاع اللايتنينج والريسيفر بتاع التايب سي. وهنا العلبة نفسها خلينا نفتحها كده. زي ما انتم شايفين اهي. نفتح كده عشان نشوف. جوه عندنا هنا الريسيفر بتاع الكاميرا، وده المايك الاولاني والمايك التاني. نطلعه كده من البوكس زي ما انتم شايفين. هنا ادي المايك نفسه حجمه صغير، ده حجم الكوين. وده الماجنتيك بتاع المايك، ماجنتيك قوي جدا عشان يركب في ظهر المايك زي ما انتم شايفين اهو. وادي الريسيفر بتاع الكاميرا زي ما انتم شايفين في البكره دي بتاعه الجين عشان احدد محتوى الصوت اللي انا عايزه. خلينا نخلع دي كده. عندي هنا لمبتين عشان المايك الاولاني والمايك التاني. وعندي هنا الكليبس ده عشان لو حبيت اعلقه. وهنا في زرار الباور بتاعه، وفي هنا زرار للمود. وعندي هنا التايب سي، ومن هنا المكان بتاع السلك ده عشان يركب في الكاميرا. طبعا التشارجنج كيس فيها 4 لمبات عشان اعرف منهم نسبة شحن البطارية كام. ومن ورا في اليو اس بي تايب سي عشان اشحن التشارجنج كيس نفسها. من اكتر الحاجات المميزة في المايك ده هي طريقة التثبيت. من اسهل طرق التثبيت لاي مايك، مجرد بس الماجنتيك كده، ماجنتيك قوي جدا كمان. عندها كمان لو انت مش حابب الماجنتيك الكليبس، بيركب كده وبقدر افتح كده واعلقه في الهدوم كده المايك اتثبت معايا من غير اي مشاكل. طيب لو انا مثلا مش لابس هدوم، بلعب كمال اجسام او حاجه وعايز اثبت المايك، هل اقدر اثبته؟ طبعا ليه طريقه. بيجي معاه السلسله الماجنتيك دي اللي بمجرد ما اثبت عليها المايك كده اقدر البسها واسجل بيه المحتوى اللي انا عايزه من غير اي مشكله. كمان السلسله دي اقدر اوسعها واضيقها على حسب احتياجي الشخصي. كده ضيقتها لو انا عايز اقرب المايك من بقي، وكده برجع اوسعها تاني من غير اي مشكله. نتكلم بقى شويه من ناحيه الارقام. المايك ده بيسجل بدقه 48 كيلو هرتز على 24 بت، ودي دقه كويسه جدا بالنسبه لحجمه الصغير ده. اهم ميزه ودي اللي بتميز المايك ده عن اي مايك تاني وهي الاي ان سي او الانفايرمنت نويز كانسليشن، ودي اللي بتلغي اي دوشه حواليك اول ما تدوس على الزرار الاصفر اللي جنب المايك ده. اول ما بتدوس عليه بتلاقي اللمبه بتاعه المايك نورت اخضر، وكده تعرف النويز كانسليشن شغال. المميز جدا في المايك ده
ان النويز كانسليشن مش بيخلي صوتك مكتوم او كأن صوتك روبوت مثلا، لا، صوتك كأنه طبيعي جدا وبيشيل الدوشه اللي حواليك من غير ما يبقى فيه اي تأثير على الصوت. البطاريه بقى هنا هي اللي مرعبه، بتدي لك 10 ساعات استخدام، كمان الكيس دي بتشحنه مرتين فبيبقى التوتال 40 ساعه استخدام، وده شيء ممتاز جدا على مايك بالحجم الصغير ده. طبعا اهم حاجه هي جوده الصوت، اكيد مش هشتري مايك لمجرد ان شكله صغير او ان فيه خاصيه نويز كانسليشن او ارقام انا مش هستفاد بيها على ارض الواقع. ده الصوت اللي انتوا سامعينه من المايك من غير نويز كانسليشن وانا جوه البيت. دلوقتي هشغل نويز كانسليشن، وزي ما انتم شايفين دلوقتي انا شغلت نويز كانسليشن. المفروض ان انتوا لاحظتوا فرق الصوت. خلينا دلوقتي نعمل اوت دور تيست عشان نسمع المايك في الشارع بالنويز كانسليشن ومن غير النويز كانسليشن. واللي انتوا سامعينه ده صوتي من مايك اللارك M2 في الشارع من غير ما اشغل نويز كانسليشن. هشغل لكم دلوقتي نويز كانسليشن عشان تسمعوا الصوت عامل ازاي. وده كده الصوت بعد ما شغلنا النويز كانسليشن. اللي بيميز المايك الوايرلس عموما عن اي مايك تاني هو انه بيشتغل وايرلس من غير سلك، واهم حاجه في انه يشتغل وايرلس الرينج بتاعه. عشان كده احنا هنجرب الرينج. شركه هايلاند بتقول الرينج بتاع المايك ده 300 متر. احنا هنجرب دلوقتي هل الكلام ده صح ولا غلط. هنبعد دلوقتي، وعلى فكره كمان انا لما بدي ظهري للمايك الصوت المفروض اللي هو بيقطع ال 300 متر دول من غير حواجز، يعني انا كده لو لفيت يعتبر جسمي بقى حاجز بالنسبه للمايك. وهنشوف الكلام ده كله دلوقتي. تقريبا انا على مسافه حوالي 20 متر، واعتقد انه المفروض ان انتم سامعين تمام يعني. كده تقريبا على مسافه بعدها 50 متر، واعتقد دلوقتي ان الصوت برضو شغال تمام. برضو انا ما اديتش ظهري للكاميرا لان اعتقد ان لو اديت ظهري للكاميرا كده الصوت عامه هنشوف الكلام ده. عامل ايه؟ معرفش دلوقتي برضو مشغل نويز كانسليشن. الراجل سلم عليا ده، هل انتوا سمعتوا الصوت ولا لا؟ كل ده هيبان يعني. دلوقتي على مسافه تقريبا بعدها 100 متر، واعتقد كده ان صوت المايك شغال تمام من غير ما يقطع ولا يحصل اي مشكله. وكده تقريبا انا على مسافه بعدها حوالي 150 متر، واعتقد ان الصوت برضو المفروض اللي هو انتوا سامعينه تمام على حسب كلام الشركه ان الصوت لحد 150 متر بيلقط. كده تقريبا على مسافه بعدها 300 متر. معرفش هل فعلا المايك جايب التغطيه ولا لا. خلينا نرجع للاستوديو ونشوف هل المايك جاب التغطيه ولا لا. طيب خلينا نلخص الكلام ده كله ونقول ايه مميزات المايك ده وايه عيوب المايك ده او الحاجات اللي ابعد عنه فيها لو انا محتاج الحاجات دي فعلا. اول حاجه هي القيمه مقابل السعر. المايك ده بيقدم فاليو عاليه جدا قصاد السعر بتاعه. في خاصيه نويز كانسليشن محترمه جدا، ودي مستحيل تلاقيها في مايكات كانت ب 10000 جنيه و15000 جنيه. المايك ده بيقدمها وباحترافيه شديده جدا. تاني حاجه حجمه الصغير، الحجم بتاعه مش باين في الكادر خالص، ودي حاجه فعلا تخلي المشاهد ما يركزش مع المايك اكتر ما هو يركز معاك، لان المايكات اللي حجمها كبير بتخلي المشاهد طول الفيديو بيتفرج وبيركز على المايك اكتر ما يركز على الشخص اللي بيتكلم او بيقدم محتوى. تالت حاجه هي البطاريه ممتازه جدا، بتقعد لحد 40 ساعه. ما اعتقدش ان في حد ممكن اصلا يخلص البطاريه دي لحد الاخر او يشتكي اصلا من ان البطاريه وحشه او ما بتقعدش معاه او الكلام ده كله. واخر حاجه في مميزاته ان هو بلاج اند بلاي، مش محتاج اي تعريفات، مش محتاج ان انا انزل الابلكيشن. طبعا الابلكيشن موجود، ولكن هو موجود عشان لو انا حابب ادجست سيتنج او ابديت فيرموير، لكن ممكن استخدم مايك من غير الابلكيشن عادي ولا كانه موجود. ايه العيوب بتاعه المايك ده؟ اول حاجات اللي تخلي بالك منها لو انت معاك المايك الهوليلاند اللارك M2. اول عيب بالنسبه لنا وهو انه صغير جدا، حجمه فعلا صغير لدرجه ان هو ممكن يضيع منك لو ما خدتش بالك كويس قوي. عشان كده لازم تخلي بالك كويس وانت بتستخدم مايك ده عشان ما يقعش منك في اي حته او يضيع. تاني حاجه وهو الريسيفر بتاع الموبايل. الريسيفر بتاع الموبايل ما فيهوش شاشه او اي حاجه تعرض لك ليفل الصوت، وحاجات دي بتبان من الابلكيشن بس. لو انت عايز حاجه تعرض لك ليفل الصوت ممكن تروح لاختيار تاني زي الدي جي اي مايك ميني، وهو فعلا الريسيفر بتاعه كويس جدا فيه شاشه، ولكن كحجم الريسيفر بتاعه طبعا اكبر بكتير من ريسيفر الهوليلاند اللارك M2. ثالث حاجه هي حجم زرار العزل الصغير جدا، خصوصا وانت مركب الديد كات. حرفيا لما بتركب الديد كات انت ما بتبقاش عارف فين الزرار، عايز ادوس عليه عشان اعزل الصوت مش لاقي خالص مكان زرار العزل عشان ادوس عليه، خصوصا وانا مركب الديد كات.
وانا شايف ان حجم الديد كات دي كبير جدا على المايك، بس كان كفايه اللي هو يعمل ديد كات مجرد بس اللي هي تغطي مكان الكبسوله دي وخلاص. انا مش عايز مثلا ديد كات تغطي المكان ده كله، مش هستفاد منها حاجه. ودي فعلا حاجه هم عالجوها في الهولي لاند لارك ماكس 2، وعملوا الديد كات بتاعته بتغطي مكان الكبسوله بس، مش بتغطي المايك كله. في النهايه الهولي لاند لارك ام 2 هو المايك اللي تقدر تعتمد عليه مهما كان نوع محتواك، سواء بتصور فلوجات، بتعمل كورسات، بتصور محتوى على اليوتيوب. المايك ده هينفع معاك جدا من غير ما تدخل نفسك في تعقيدات، او مثلا محتاج شوت جان مايك او محتاج ديسكتوب مايك. المايك ده هيسد معاك في اي حاجه. كده ده كان فيديو معانا النهارده وريفيو مايك الهولي لاند لارك ام 2. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل. اشوفكم في الفيديو الجاي.